في دلوقتي سؤال بحكم مجتمعاتنا العربية، هل في علاقة ما بين المرض النفسي وقلة الإيمان؟ ده سؤال جميل جدًا، لأن ده misconception أو سوء فهم موجود أحيانًا، وبالذات في نوعية الاضطرابات متعلقة بالاكتئاب أو الاضطرابات المزاجية، إن الشخص المصاب بالاكتئاب ده شخص قانط من رحمة الله، وشخص مش حاسس بنعمة ربنا عليه، وبعيد عن ربنا، والواقع غير كده تمامًا. الاضطرابات المزاجية وتحديدًا اضطراب الاكتئاب الجسيم هو بيبقى عبارة عن خلل كيميائي موجود في الجسم أو الجهاز العصبي بشكل عام. إحنا لما بنقول خلل كيميائي في المخ بنحاول نختزل الموضوع ونبسطه للناس، بس هو الموضوع بيبقى أعقد من كده. اللي نقدر نقوله إن الاضطرابات النفسية هي مشاكل وأمراض عضوية زيها زي أي مرض تاني، زيها زي السكر، زيها زي الضغط، نتيجة خلل حصل في بعض الوظائف في الجهاز العصبي أدت إلى أعراض نفسية. الشخص اللي مصاب بالاكتئاب أو المصاب بأي مرض نفسي ممكن يكون قريب من ربنا، مؤمن بالله، يعني بيصلي، بيصوم، بيعمل كل الفروض والعبادات المطلوبة منه، ورغم ذلك هو معرض إن هو يجيله المرض. زي بالظبط ما هو ممكن شخص متدين ويجيله الضغط. كذلك في الاضطرابات النفسية، التدين والإيمان بالله بالذات الجزء المعرفي منه، يعني المتعلق بطريقة تفكيرك في الدنيا وطريقة تفكيرك في علاقتك بربنا، ليه بروتكتيف فاكتور في حالات نفسية كتير.